السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. من فوق سطوح بابا من ارض المنوفيه جايبه لكم النهارده ان شاء الله طريقه عمل الفطير الفلاحي الاصلي. مش اي فطير، الفطير الفلاحي الاصلي. كل شويه تقولوا لي يعني انت يا ساره دلوقتي في البلد في المنوفيه ومش عارفه تجيبي لنا طريقه عمل الفطير الفلاحي الاصلي. جبتها لكم النهارده من احلى جاره في الدنيا، جارتنا ام احمد، جايبه لكم بطريقه سهله جدا وسريعه والطعم مفيش كده. يلا بينا بقى نشوف طريقه عمل الفطير الحلو ده من ام احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كده الدقيق ايوه والملح بنقلبهم في بعض كده تمام. وبنحط الميه بقى وهنبتدي ايه نعجن. عشان نحط الميه كلها مره واحده عشان ايه؟ عشان الدقيق اللي معانا تبع ما هياخد الميه بقى كده هي كل اللي استخدمته دقيق، رشت عليه ملح وقلبتهم مع بعض وبعد كده نزلت بالميه الدافيه. الدقيق بيحب الميه الدافيه عشان يرتاح معانا ما يغلبناش. طيب انا قلت لها احنا دلوقتي هنحط كميه ميه قد ايه؟ قالت لي يا ساره الميه دي حسب نوع الدقيق. الدقيق نوعين، في دقيق بيشرب ميه كتير وفي دقيق بيشرب شويه صغيرين. لو انت عايزه فطيره كبيره مقاس الصينيه ال 30 او ال 32 قالت لي هنحتاج كيلو الا ربع من الدقيق، ربع كيلو من السمنه، ورشه من الملح. بصوا بقى الجمال، انا عملته معاكم قبل كده والحمد لله كان حلو، كل اللي جربه ناجح. مهما نعمله مش هيطلع حاجه بقى فلاحي بقى وحاجه بلدي يعني، واحنا متعودين عليها عادي يعني بنعمل على طول. وكمان هتقول لنا الاسرار. يعني انا لقيتها بتسالني على رده علاقه الرده بالفطير. بحطه عشان بشيله في ايدي واريحه على ايدي، وهتشوفوني وانا بخبزه بحطه على الرده ازاي. الرده بتديله طعم، يبقى طعم حاجه تانية فيه برضه. وعادي لو عايزين ما فيش رده تعملوه على الصينيه عادي انا عايزاه زي ما شاء الله ما شاء الله لما بتبعتيهولي. لا ان شاء الله هو ده احمد، هو ده اللي هيبقى ايه زي اللي انا ببعته لك بالظبط. انا ما بحسش اصلا ان في اصلا رده ولا بشوفها. في ناس بقى بيجيبوا العجان بقى ويقعدوا يعجنوا والكلام ده. انتوا عارفين الناس دول طبعا. لا يعني احنا مش بتوع كده، احنا بقى كله بلدي بقى بايدينا. انتوا عارفين الناس دول طبعا، يعني انا والله خلصت العجينه بتاعته هي كده. مش بتلزق يا ام احمد؟ طب احنا بنسيب العجينه ترتاح شويه. ايه ما بيكملش ربع ساعه بس كده. بصوا بتلزق. اللهم صل على النبي. هي جابت صينيه كبيره ودهنتها زيت وبتبل ايديها بالزيت وبتعمل كور عجين كبيره بحجم البرتقانه الكبيره وكور صغيره بحجم الليمونه الكبيره، صح؟ هي هنا مقطعه 4 كبار علشان هي هتعمل 4 فطاير، فعشان كده عامله 4 كور كبار. العجينه عشان طريه بتبل ايديها بالزيت. شايفين اللهم بارك بتعملها ازاي؟ عجينه طريه في ايدي اهي. العجينه اهي قرصها. انت لو هتعملي فطيره واحده فهتجيبي كيلو الا ربع دقيق، هتعملي كوره واحده كبيره وبقيه العجينه كلها هتقطعيها صغير كده، هتعمليها كور صغيره كده. دي صينيه دهناها بس زبده بلدي بدرجه حراره الغرفه، مش من التلاجة ومش دايبه. لازم الزبده تكون لينه يعني بدرجه حراره الغرفه. الرواق ما وانا ببطط شايفين يا جماعه الرواق مش متقطعه معايا. قالت ان الفطيره بتاخد ربع كيلو من الزبده، فاحنا هنا استخدمنا للاربع فطاير كيلو من الزبده وحطت عليه كوبايه من الزيت، زيت ذره. ما شاء الله خليتهم بالشكل ده. حطت اول حاجه من تحت طبقه من الزبده وبعدين فردت اكبر واحده. احنا قلنا عملنا 4 كبار وزي ما انتم شايفين كده بتحط واحده واحده. تمام، واحده واحده. وكل ما اعمل وانا طالعه لفوق اكبر كل شويه. ليه؟ عشان بعد ما بخلصها بقوم ايه لفاها في الرواقه الكبيره ديت وبقلبها، بيبقى الصغير اللي تحت ده بيبقى على الوش اللي هو ناحيه تحت. تمام. خدتوا بالكم هي حطت هنا على الجنب كده شويه من الزبده وبتفرد، يعني حطت اول واحده كده وبعد كده بتفتح، اسمها بتفتح الكوره، بتفتحها شويه بشويه وتحط اكبر فاكبر. شايفين ما شاء الله ما شاء الله، فعلا ما بياخدش معاها وقت. الله اكبر يعني. تمام. حاطه تحت الكوره زبده وبتفردها بزبده وبتكبر كل واحده اكبر من الثانيه. كده العجينه طريه شايفين من اهي. بتطبق بقى، شايفين اهيت الرواقه اهيت كبيره مشاها كده اهيت. ما شاء الله ما شاء الله. اهي يا جماعه دي طبليه فرشتها بالرده، وانا مش عارفه ليه الرده، احنا هنشوف في الاخر. دي رده ناعمه مش خشنه. هي دلوقتي قالت لي ساره هنسيبها ترتاح عشان نرجع تاني نفردها في صينيه.
هي ايوه عشان احنا حاطين الربطه دي عشان اعرف اشيله. هريحه كده فين كده. اللهم صل على النبي. وهي هنحطها ايه. اللهم صل على النبي. ما شاء الله. بتاع الصينيه اهي. عليها تقريبا معلقتين كبار معلقتين صح؟ كبار بس ايه بالزبده. احنا فلاحين بقى بنعمل كده يعني. في ناس بقى يقول لك لا مش عارف ايه. احنا احسن ناس. لازم الفطيره كلها تكون واخده نفس كميه الزبده. هي تحطها في فرن البوتاجاز. درجه الحراره متوسطه، لو النار هاديه الفطيره هتنشف، طب لو عاليه هتعمل ايه؟ هتتحرق ومش لازم تستوي كويس. لازم النار المتوسطه اه الفطيره بتاخد بتستوي براحتها. اه وبتطلع مستويه وجميله وما بتنشفش وما بتتحرقش. ده فرن غاز يا بنات. طب فرن البيت، فرن البيت لو انت عندك فوق وتحت بيشتغل مع بعض هتخلي الاثنين على درجه حراره متوسطه. طب لو عندك تحت بس هتدخلي على فرن، لازم الفرن يكون ساخن حراره متوسطه، واول ما الجوانب والقاع يحمر اقفل الفرن واشغل الشوايه تاخد لون. بجد تسلم ايديكي، حلو قوي ما شاء الله. خدت من تحت كمان لون جميل. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. تسلم الايادي. اللون اللي تحت اهوت يا جماعه اهو. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. انا سايباهم بقى يكملوا الباقي، وقلت طبعا لازم اوريكم. تحت مفيش رده، مفيش حاجه اسمها رده اصلا. شايفين بقى الطبقات خفيفه جدا. بصوا مفيش طبقه الله اكبر لازقه في الثانيه وسخنه، ما سبتهاش تبرد. شايفين؟ وطريقه الفطير مع ام احمد مع ساره سمير. حبيبه قلبي يا ام احمد. يا رب طريقه ام احمد تكون عجبتكم، وان شاء الله تجربوها وتشرفني وتشرفكم. والى اللقاء في وصفات جايه كتير قوي ان شاء الله. وكنتم مع ساره سمير.